كيقولوا لي دارنا ديري لنا خبيزات محشيين وما تكونش نفحت لي نطيب ندير لهم هاد الخبيزه المحشيه بحجم عائلي وكبيره بلا مول بلا حتى تعقيدات توجد ليه واهم حاجه تشبع. للعجينه نحتاجو مغرف كبيره خميره مع مغرف كبيره سكر 300 مليلتر حليب دافي. في الاول راح نحتاج غير نص الكميه. نخلط ونخليهم يتفاعلوا مده 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق نزيد نخلط ونضيف 3 ملعق كبيره زيت نباتي ولا زيت زيتون ونزيد حبه بيض كامله. نخلط ونجمع العجين بحوالي 500 غرام فارينه مع نص مغرف كبيره ملح. نعجنها شويه بين يديا، من بعد نحطها في عجانه حتى نتحصل على عجينه طريه وما تتلصقش اليد. اللي ما عندوش العجانه يعجن غير بيدو برك نورمال. وكما راكم تشوفوا هذا هو القوام المطلوب. نحطها في غسبيون كنت دهنتها بشويه زيت ونغطيها ونخليها تخمر مده ساعه كامله في مكان يكون دافي. للحشو عندي صدر دجاج قطعته مربعات ونتبله بالكركم والملح ونقليه في شويه زيت نباتي ونزيد له بصله تاع الريش وسناريه فلفل اخضر ونضيف شويه بابريكا. نخلط حتى يدبل البصل وطيب السناريه شويه ونتحصل على هذا الخليط اللي يكون شف من ما نخليها على جنب. نرجع للعجينه تاعي اللي كانت خمرت نديغازيها نرش الفارينه ونفتحها على سمك كما راكم تشوفوا ما يكون خشين بزاف لانه العجينه فيها الخميره راح يزيد يضاعف الحجم تاعها. ما يكون رقيق لانه العجينه فيها الحشو يخرج منها اذا كانت رقيقه، يعني ما تكون رقيقه ما تكون خشينه وسط. المهم افتحوها على شكل مستطيل. نحط الحشو اللي كنت وجدته من قبل واللي كان برد واللي عنده يزيد الفرماج في هذه المرحله لانه يزيد يبنن بزاف الحشو ونبدا نرولي فيه من الاطراف كما راكم تشوفوا كلش موضح امامكم. اذا نزيدو من بعد نجيبو سكين ولا قطعه البيتزا ونديرو خطوط بلا ما توصلوا للاخير. ومن بعد نكمل نروليه كامل وندورو نقفلو مليح بشويه ما في الاخير. اذا حسيتوا العجينه تاعكم جاتكم ناشفه بعد ما فتحتوها على الفارينه باش تقفلوها ديروا برك شويه ما في الاطراف تاع العجينه دوك تتقفل فاسيلمون. وتحطوا على ورق الزبده وتدهنوه باصفر بيضه مع شويه حليب. وانا زينت بالسانوج وزريت البسبس وانتم زينوا بوش حبيتوا بوش كان متوفر عندكم في البيت. ندخلوها للفور اللي يكون مسخن مسبقا ونخلوها طيب حتى تتحمر من تحت ومن بعد نشعلوا عليها من فوق تاني تتحمر وتكون واجده. وفي رمشة عين الخبيزة تاعنا كانت واجدة كيما بغاو جات تقرمش من برا طريقة من داخل سهلة مالها صراحة ما عيتنيش كامل. نقسم لكم منها وشوفوا لي كيفاه جا الحشو من داخل ويجي الشكل تاعها يشهي بزاف وكأنها كيكة مالحة. هذا بالإضافة إلى مقاديرها الاقتصادية كيما شفتوا واللي تقدروا بكل تجربوها للعشاء ولا تاني لسحور رمضان إن شاء الله. ربي دخلوا علينا وعليكم بالصحة والهنا. وما تنسوش خواتي ديرونا اشتراك للحساب واللايك تاني.